السلام عليكم، عاملين ايه؟ ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويجعل تملي بيوتنا مليانة بالخير والبركة. انا النهارده هعمل ميني باتيه او ميني كرواسون. يعني حاجة كده للفطار الصبح، ومش مكلفة، وفي نفس الوقت احسن من الحاجات اللي فيها مواد حافظة، وبتبقى حاجات يعني حتى شكلها استغفر الله العظيم، اسفة، يعني مش بتبقى حلوة ولا طعمها حلو. انا ما بحبش الحاجات اللي من بره دي، بس كنت جايباها لحفيدتي فانا بصراحه ما عجبتنيش. عشان كده قلت لا والله هقوم واعمل لها احلى كرواسو، احلى باتيه. انا معايا هنا 4 كوبايات دقيق، ومعايا معلقه خميره هحطها في حبه ميه دافيه بمعلقه سكر وذره ملح. حطيت هنا معلقتين سكر على الدقيق بتاعي، ومعلقه سمنه كده هبس بيها، وهتكون الخميرة بتاعتي خمرانة اهي، فهنزل بيها على العجينة وهقلبها كويس وهسيبها ترتاح، وهحط على الوش رشة زيت بس، وهسيب العجينة بتاعتي لما تخمر. معايا هنا الحشوات زي ما انت عايزة، انا معايا جبنة بيضة، ومعايا مربى، ومعايا جبنة رومي، ومعايا نوتيلا. هنا معلقتين سمنة، وحطيت عليهم معلقة دقيق، وهقلبها، وهقول لكم ليه. ال- الخلطة دي اللي احنا هنفرد بيها الميني باتيه بتاعنا. تمام، يلا بينا. انا كده العجينة بتاعتي تمام خمرت، وهقطعها على العدد اللي انت عايزاه والمقاس اللي يريحك. هكور القطعة بتاعتي وهفردها بالطول، وهبدأ افتحها من الجناب من كل ناحية كده، وهسيب النص زي ما انتوا شايفين كده بالظبط مقفول. هنا بقى الخلطة بتاعتي اللي هي السمنة والدقيق، دي اللي انا هحطها على العجينة بتاعتي علشان هتديني التوعية بتاعت الميني باتيه او الميني كرواسون. وزي ما انتوا شايفين بقفل ناحية شمال وناحية ناحية شمال وناحية يمين، وبقفل في النص، وهكذا لحد ما اخلص بقية كميتي خالص زي ما انتوا شايفين. وبعد ما بخلص كميتي خالص بسيبها ترتاح، وباخد من اول واحدة انا عملتها هبدأ بعد كده افردها واعمل الكرواسو بتاعي، هكذا لحد ما تخلصي كميتك خالص. السمنة بالدقيق دي بتبقى حلوة قوي، بتورق فعلا معاكي الميني باتيه. هنا بعد ما طبعا خلصت الطبق مكان السمنة زي ما انا حطاه، حطيت فيه حوالي ربع كوباية لبن ومعلقة القشطة بتاعته، وحطيتها علشان هي دي اللي انا هدهن الوش بيها. انا هنا كنت فردت عجين واحدة واحدة بقى، وتقطعيها بالاشكال اللي انت عايزاها، عايزاها مستطيل، عايزاها زي الكرواسو كده مثلثات عشان تحشي. انا هنا عاملة المجموعة في الاول بالنوتيلا عشان هي بتحب الشوكولاتة، وهنا بقى الجبنة البيضة معاكي، بعد كده الجبنة رومي اهو زي ما انت عايزة. التقطيع ده بتاعك انت، الشكل اللي انت عايزاه، عايزاه باتيه، عايزاه كرواسون، اللي يعجبك. بس العجينة اهي، وانا اصلا بعملها مورقة في ايدي اصلا يعني. المربى بتحطي معلقة صغيرة طبعا، لاني لما بتبقى زيادة بتنزل في السوا. وهنا اللبن بتاعي هحطها من فوق الوش، هدهن الوش بتاعها باللبن. آه عايزة تحطي صفار بيض تمام، ما عندكيش مشكلة، لكن انا بالنسبة لي بفضل اللبن. هنا طبعا بعد ما حطيته في الفرن وطلعته، بعد كده بترصي بقى اللي بالجبنة بالجبنة، واللي بالشوكولاتة والمربى لوحديهم، وطالع هش وطري وجميل، والحمد لله. يعني ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، وتملي بيوتنا عمرانة بالخير والبركة. هنا بالجبنة اهي، والله ومورق وطلع جميل، واحسن طبعا من بره بكتير. حاجة البيت تملي بتبقى نظيفة وحلوة وصحية بكتير، احسن من المواد الحافظة. اتمنى ان الوصفة تعجبكم،
تملي كده نكون خفاف عليكم، واشوفكم على خير، وسلام عليكم.